عموته لا يبتسم ولا يضحك. انا علاش حسين عموته ما تيكونش فرحان وخصوصا ملي كيكون رابح الماتش قبل ما تسالي المباراه؟ هذا الشيء اللي غنكتشفوا في هذا الفيديو هذا على لسان حسين عموته. خليكم على فيديو. شوف مع الاسف انا يمكن سامح الله الناس اللي خرجوا عليا هذه خرجت عليا هذه انه عموته لا يبتسم ولا يضحك. انا من قلت تنضحك معك ليش ملي دخلت عندكم انا تنضحك. هذه وحده. هو السؤال اللي ممكن يتطرح هو انه في الملعب يعني ماذا يضحك في الملعب؟ لا يوجد شي حاجه كتضحك. المدرب مطالب عليه ضغط، مطالب بالنتائج، وبالتالي مركز بالشكل. لا حتى في لحظه الاحتفال بالهدف ما كاينش ابتسام. شوف ماشي ما خصهاش تكون ابتسامه، كتكون واحد فرحه داخليه. واش بعد تسجيل الهدف واش المقابله انتهت؟ لا مازال لم تنتهي، وبالتالي خاص نبقاو حنا مركزين. انتم عارفين انه هذيك الهستيريا اللي كتكون بعد الهدف خاصه بالنسبه للاعبين او للناس اللي موجودين في ديك الاحتياط انها كتبعدهم، وهذا الشيء يعني مثبوت علميا، ثابت علميا، على اساس انه ممكن تبعدك 3 دقائق 4 حتى 5 ديال الدقائق من التركيز ديالك داخل المقابله. وبالتالي انا ارفض انه الواحد يبالغ في الاحتفال، لانه المقابله لم تنتهي، ونحن خاصه انه احنا ما بين محترفين وهاويين، خاصنا نكونوا اكثر تركيز من الناس اللي اشتغلوا اللي متربيين يعني على الطبع ديال التركيز والتحضير وكذا وكذا وكذا. ولهذا انا دائما، وهذا يمكن هذه شخصيتي على انها اساس انه لا نضحك ولا نحتفل الا بعد نهايه المقابله حتى نحتفل طويلا وكثيرا. ان شاء الله. كيف مشوا معنا التصريح ديال حسين عموته، الطريقه ديال الفرحه ديالها كتكون داخليه ماشي خارجيه، وخصوصا ملي تيكون رابح الماتش او اللي تيكون خاسر الماتش. صراحه هذا المدرب هذا يستحق اكثر من الدعم، ونتمناوه يدرب المنتخب المغربي. حتى هنا الاخوان كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو هذا، ونلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.